ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ تعالوا نعمل قمر الدين. دي لفة قمر الدين قطعتها قطع كده اهوت زي ما انتوا شايفينها. وبعد كده اهوت لفة القمر الدين بتاخد رتل مية، حطيت فيها الرتل مية وهسيبها من بالليل لتاني يوم، يعني هنقعها في المية ديت. وبعد كده اهوت هاخدها اضربها في الخلاط بالسكر اللي انت حبيه بتحبيها، هي اصلا بتبقى مسكرة، فلو حتى لو انت بتحبيها مسكرة ما تحطيش سكر كتير. وبعد ما ضربتها في الخلاط تاني يوم، طبعا كانت بعد ما نقعتها من بالليل لتاني يوم، فطبعا خلاص كانت اصلا دابت. بعد كده هو رحت ضربها في الخلاط مع السكر، وبعد كده هو حطيتها في الحله، ما حطيتش اي ميه تاني عليها. وبعد كده هو اول ما ادتني اول غلوه رحت حاطه فيها كيس الفانيليا. وبعد كده دلوقتي بحضر معلقتين نشا على نص كوباية مية ولا كوباية الا ربع مية. وبعد كده هو بعد ما تاخد الغلوة هبدأ انزل واحدة واحدة، وبعد كده كولي احلى قمر الدين ممكن تعملي. طعمه تحفة. خلي بالكم ان هو برضو ما تحاولوش تكتروا النشا قوي وما يتخنش منكم قوي، عشان لما بيتحط في التلاجة بيمسك يعني بيتخن. فانتوا ما تخلوش يبقى تخين زيادة عن اللزوم، فطعمه يبقى ميزز كده ومش حلو. فخليه اللي هو المظبوط، اللي هو ما يبقاش تخين قوي. فما تقوليش لا انا ده لسه خفيف، ده انا هقعد احط له في نشا. لا، هتيجي بعد كده تاكليه يبقى عامل زي البلوزه كده، لا يبقى طعمه وحش قوي. عايزه اقول لك بالله عليكي، لو وصلتي لحد هنا اهوت لا تعملي لي اشتراك وتعملي لي لايك قبل ما تطلعي من الفيديو. وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان يا رب خير والسعادة عليكم. بص انا هقول لكم ايه. هحط دلوقتي في هو عملوا لي 6 اطباق. هحط 5 5 هحط عليهم زبيب وجوز الهند ومكسرات، وواحد مش هحط فيه حاجه. انا اصلا عندي العيال ما بيحبوش الحاجات ديت، يعني المكسرات والحاجات ديت على القمر الدين ولا الرز بلبن وكده. وكمان انا عندي برضو ما بيحبوش القمر الدين قوي زي الجيلي وزي الكريم كراميل وزي الرز بلبن. بصوا هحط بقى هنا 5 كده، وهعمل واحد ايه سيده للي يحب، يعني اللي يحب ياكله من غير اي حاجه. بس عايزه اقول لكم طعمه حلو ومظبوط قوي. انا اصلا ما بحبش الحاجه المسكره، انتي سكريه زي ما انتي عايزه وزي ما انتي حباه. آه كنت اقول لكم ايه؟ خلاص مش عايزه اقول له حاجه تاني. مش عايزه اقول حاجه تاني. بصوا انا عايزه اقول لكم والله العظيم، يعني اكتر حاجه يعني انتي بتتعبي فيها هو طول شهر رمضان وقفتك في المطبخ. بجد والله، حتى لو انت مفرزه ولا انت مغزنه برضو، يعني كفايه الحاجات الحلوه، كفايه المواعين، كفايه المواعين يعني اهم حاجه. بصوا الف هنا يا رب على قلبكم، جربوه مش هتبطلوا تعملوه، حلو قوي.